هنعمل النهاردة أكلة اقتصادية على قد الإيد ومن غير تكاليف وحاجة مغذية ومفيدة لأطفالنا. أكلة كل بيت مصري مستغناش عنها. أكلة بسيطة جدا 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 بس حلوة ومفيدة وفيها كمية بروتين ونشويات كل حاجة وسهلة خالص. هقولك دلوقتي تظبطي بمعيار الرز ازاي. انا هعمل كوبايتين 2 رز. هنشوف دلوقتي هنحط قد ايه ميه. ادي كوبايه، اي مج عندك، مش لازم المج ده، لو انت اسره كبيره تعملي في كوبايه كبيره، بس انا كنت عامله على قدنا عشان ما بحبش اسيب اكل تاني يوم او يترمى حاجه. ادي كوبايتين. جبت الحله وهنزل الرز بحب اعمله بزيت، يبقى خفيف كده، اكل خفيف. وانزل بالشعريه وانا كده بحمرها، موطيه عليها شويه، واغسل الرز لونها ذهبي حلو كده، مبحبش اغمقها ولا تبقى فاتحه عن كده. غسلنا كوبايتين الرز وننزل بيها ونديله تشويح. ده السر بقى، شوحي الرز في الشعريه هتخليه مفرفر كده وجميل، وكل حبايه مش لازقه كده، لا كل حبايه لوحدها كده. ده اهم تركايه. شوحي الرز في الشعريه لحد ما تحسي ان الميه اللي في الرز نشفت اهو. واحط لها بقى ابهره كده بشويه ملح وربع معلقه كمون. انا اديت رشه كمون كده وهقلبه. ودي اكله اقتصاديه ومش مكلفه، مش مكلفه قوي بصراحه، يعني كل حاجه بقت غاليه الايام دي. اقول لك بقى، احنا حطينا كوبايتين 2 رز، هحط قد ايه بقى ميه. كل كوبايه رز بحط لها كوبايه ميه، بس هنا هزود الميه ليه؟ عشان لسه في حاجه كمان، لسه هحط عدس. ادي كده كوبايتين، وحطيت كمان نص كوبايه كده ميه. وعلى ما بقى يقوم يغلي هكون انا دلوقتي غسلت الرز. هعاير العدس. انا حطيت كوبايتين 2 رز، هحط كوبايه الا ربع عدس. عايزه تزودي عن كده عدس مفيش مشكله عادي، بس انا حسيت ان دي كويسه، كميه كويسه مع الرز. كوبايه الا ربع عدس. واغسله بقى غسله حلوه كده واصفيه. غسلته وهاجي اهو الرز هيغلي، قام بالغليان كده اهو. اجي حاطه العدس. دي بقى هتطلع لك كل حبايه عدس سليمه مش مهريه، عشان بصي الرز بدأ يشرب الميه، فانا نزلت بالكوبايه الا ربع عدس. واوطي بقى وهدي النار واسيبه بقى كل شويه اقلبه. اول 10 دقايق كده ما باجيش ناحيته، واكون موطيه وبعدين اقلب بقى. كان هنا استوى اهو، واوريكم مفرفر ازاي. ودي اكله اقتصاديه. وكنت سلقت بيض، ده بيض شكله صغنون، ده بيض بلدي، وعملت طبق سلطه، ما كانش عنده خضار بصراحه بس اللي موجود. وبألف هنا.